كثرة الاعتقادات الفاسدة عن الناس، ويظنون في الأشياء أنها تضرهم وتنفعهم، وأن الفلان الشيخ الفلاني والولي الفلاني يفعل، وأنه لابد أن يقام له مزار وليفعل كذا، يرون عنه الكرامات والاختراعات والأكاذيب والأباطيل. فهذا باب يجب سده، ولا يجوز نقل الحيوان وذبحه. فما يفعله الناس ربما الآن قل، لكن كان في وقت قريب كان هناك موسم للناس في الربيع ولا في كذا يعملوا الزرادي هذه، ولكن ما يعملوهاش بصفة مشروعة. كل منطقة وكل بلدة يعملوا فيها صنم، قبر من القبور، وتأتيه آلاف مؤلفة من الناس من جميع أنحاء ليبيا. مثلا في زليطن عندهم في عيد الفطر، ثاني يوم عيد الفطر، الناس كلها من أنحاء ليبيا تنتقل إلى زليطن وتذبح الذبائح على القبور والأولياء الموجودين هناك، وفي تاجورة وفي مسلاتة وفي كل مكان يعملوا عيد من هذه الأعياد ويسموها مزارات. هذه كلها من أعمال الجاهلية، حرام لا تجوز. وللأسف يحضرها حتى كثير من طلبة العلم ومشايخ العلم، ويشجعون العامة على مثل هذه الأفعال الفاسدة.